السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغداء النهارده. بصوا احنا عاملين حاجات كده ايه خطيرة. اكتر خضار بحبه واول خضار بعمله في الشتاء، وما بعملوش كتير لان انا لوحدي اللي باكله. يعني بعمل القلقاس كده افضل اقعد اكل فيه يومين ثلاثة، ما بزهقش منه، بعشقه. وعملت طبعا محشي بتنجان جنبه عشان اللي مش عايز ياكل ده ياكل ده. وطبعا البط. وقصة الحمام دي هقول لكم عليها. طبعا انا هنا قطعت القلقاس وغليت مية وحطيته ايه عشان ينزل اللي فيه كله. دي خضرة القلقاس، كزبرة وسلق. وهنا بقى هنعمل خلطة المحشي. طبعا جبت البصل قطعته وهفرمه في الكبة وايه، وهنعمل الخلطة في الثانية كده في السريع. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والله العظيم انتوا بتوحشوني جدا، ويا رب دايما كده نبقى مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله تستفادوا مني. بس هنا كده انا حطيت البطايه اهو، وبعدين هحط عليها بقى البصل. طبعا البط جاي لي بكل حاجات، وحتى الرجلين جايبينها لي مع البط. هنا البصل ده مفروم، فرمت يعني من بتاع الخلطه، سبت شويه. وهنا دي زبده. هنحط بقى القلقاس وايه البط يتعمل، وكل حاجه تتعمل على مهلها كله مع بعضه. طبعا هنا ده خلطه المحشي بالزيت. حطيت انا هنا بقى ملح، فلفل. اسفه انا ما بحطش ملح دلوقتي. حطيت كام ورقه لورا كده، وحطيت حبهان، وحطيت فلفل، وحطيت البصل. خلاص. ودي السمنه بتاعت خضره القلقاس. هنا اهو ادي التسبيكه بتتعمل. حطيتها وحطيت عليها الحاجه بتاعتها، بابريكا، فلفل، بهارات، كزبره ناشفه، كل حاجه بقى. طبعا خلطه المحشي. وادي الخضره كمان حطينا عليها ايه، يعني نحطش حاجه دلوقتي، هنسيبها تدبل وبعدين نحط بقيه الحاجه بتاعتها اهو. ده كده التوم. اول ما الخضره هديت ابتديت حطيت عليها التوم وسبتها. طبعا نحط معلقه كزبره صغيره بس مش دلوقتي، كزبره ناشفه. ودي خلطه المحشي اتعملت اسرع يوم النهارده عملت في الاكل. اليوم بقى قصير، يعني انا بادئه في العصر، المغرب ادن عليا والاكل بيستوي. انا طبعا كنت جايبه اهوت الحاجه بتاعه المحشي، عملتها وحضرتها عشان ننجز. هنا البطيه ايه، انا ما قلبتهاش، حطيت عليها الحاجه وسبتها، فدخلت اصلا في السوا، فقلت اقلبها شويه، اقلبها تاخد الناحيه التانية شويه. وطبعا ادي خضره القلقاس ابتدت ايه تتحرق. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب خضره القلقاس تتحرق. طبعا هنا القلقاس بقى زي ما انتوا شايفين، دي اول ميه سخنه حطيتها، هي الميه السخنه دي بسيبه مثلا فيها، واقعد اغسل بقى فيه، بنزل كل حاجه فيه، وبعدين اغسله تحت الحنفيه بميه ساقعه خالص. بس اهم حاجه ان انا انقعه شويه في الميه السخنه ينزل كل حاجه فيه. طبعا ميته بتبقى شوربته قشطه وخفيفه وزي الفل. هنا طبعا شوربه البط خدت الدسم كله حطيته في القلقاس. انتوا عارفين ان القلقاس بيحب الشوربه سمينه. هنا اهو سيبوه بقى ايه ياخد راحته في السوا، واحنا نعمل طبقين اتنين رز بس عشان القلقاس. طبعا الاكل طلع تحفه والله العظيم، ملوش حل. هنا طبعا معلقتين الصلصه اللي انا بشيلهم. الحمام ده بقى احنا كنا في فرح وجبته معايا وانا جايه من البلد، انا جايباه جاهز مش انا اللي عاملاه. فكان طبعا سقع، هو متحمر في الزبده البلدي. عملته صلصه مع البطايه وحطيته في الفرن. هنا كده ايه ادي القلقاس، ولا احلى. شايفين ميته خفيفه، ولا مزلقه ولا اي حاجه، مغسول كويس جدا. كان ده اخر حاجه معانا، وده كان شكل الاكل. بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.